السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نقدم لكم اليوم الوحدة الأولى في الجغرافيا، هي خيرات وطننا العربي. وسوف نتكلم عن أول درس، هو الزراعة في وطننا العربي، وهنعرف أهمية الزراعة في الوطن العربي ومناطق التركز الزراعة في الوطن العربي. هنتكلم النهاردة أن وهب الله الوطن العربي مجموعة من العوامل المختلفة أدت إلى تنوع واختلاف المحاصيل الزراعية. ممكن يجي سؤال يقولك بما تفسر قيام الحضارة في مناطق الزراعة؟ هنقول إن الزراعة أدت إلى استقرار الإنسان وقيام أعرق الحضارات، مثل الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد الرافدين. دلوقتي هنتكلم على العوامل التي ساعدت على قيام النشاط الزراعي. قال لي هناك عوامل طبيعية وهناك عوامل بشرية. أول حاجة هنتكلم عن العوامل الطبيعية. ما معنى أو ما المقصود بالعوامل الطبيعية؟ هي مجموعة من العوامل وهبها الله للإنسان ليس لها دخل في صنعها. أول حاجة هنتكلم عنها موارد المياه. أول حاجة هنتكلم عن موارد المياه في الوطن العربي. قال لي موارد المياه بتنقسم موارد مياه سطحية وموارد مياه جوفية. الموارد المياه السطحية مثل الأنهار، حيث تقوم الزراعة حول مجرى الأنهار مثل نهر النيل في مصر والسودان، أو على مياه الأمطار وهي المصدر الرئيسي للري الأراضي الزراعية، أو المياه الجوفية ودي تستغل في الزراعة كما في الواحات، أو تحلية مياه البحر وهي تستخدم في الزراعة عن طريق الري بالرش والتنقيط مثلما يحدث في السعودية. يبقى مرة تانية ممكن يسألها ما المقصود بالعوامل الطبيعية؟ هتقول له هي مجموعة من العوامل وهبها الله للإنسان ليس للإنسان دخل في صنعها. أول حاجة ما المقصود بموارد المياه؟ هنقول تنقسم موارد المياه إلى مياه سطحية ومياه جوفية. المياه السطحية هتشمل أنهار، أمطار، تحلية مياه البحر، أو جوفية اللي هي الآبار والعيون ودي تستغل في الزراعة كما في الواحات. ودلوقتي هنتكلم على العنصر الثاني من العوامل الطبيعية وهو التربة. تتميز التربة في الوطن العربي إنها خصبة وتتركز حول مجرى الأنهار مثل نهر النيل في مصر والسودان، أو نهر دجلة والفرات في العراق، أو في جوبا وشبيلي في الصومال. يبقى التربة الخصبة هو التي وهبتها الأنهار مثل نهر النيل في مصر والسودان، دجلة والفرات في العراق، جوبا وشبيلي في الصومال. العنصر الثالث اللي هنتكلم عليه المناخ. قال يتنوع المناخ في الوطن العربي. طب التنوع ده أدى إلى إيه؟ أدى لتنوع المحاصيل الزراعية. طب تنوع المحاصيل الزراعية هيؤدي إلى التكامل بين الوطن العربي. يبقى تاني ممكن يقول لك بما تفسر تنوع المحاصيل الزراعية في الوطن العربي؟ هتقول له بسبب تنوع المناخ في الوطن العربي، فهناك محاصيل صيفية ومحاصيل شتوية وفي غلات مدارية، كل ده أدى إلى تكامل في الوطن العربي. ثانيا هنتكلم على العوامل البشرية. ما المقصود بالعوامل البشرية؟ هي مجموعة من العوامل التي يتدخل الإنسان من خلالها للقيام بالزراعة. يبقى تاني ما المقصود بالعوامل البشرية؟ هتقول له هي مجموعة من العوامل التي يتدخل الإنسان من خلالها للقيام بالزراعة، وهي تتمثل رقم واحد في الأيدي العاملة. هنلاحظ من الصور أن الوطن العربي يمتلك ثروة بشرية كبيرة في مجال الزراعة، حيث يمتلك ثروة من الفلاحين وعمال زراعيين وفنيين على مستوى من الخبرة والكفاءة. وتصدر الدول التي لديها فائض مثل مصر إلى الدول التي تعاني من عجز في الأيدي العاملة مثل السعودية والكويت، وكل هذه الدول بتعاني من العجز في الأيدي العاملة.
هنتكلم دلوقتي عنصر من العناصر المهمة والأساسية في الزراعة هو رأس المال. بما تفسر تحتاج الزراعة لوفرة رؤوس أموال. أول حاجة، أنا محتاجة رؤوس الأموال في إيه؟ لإقامة مشروعات زراعية، وتعتبر رؤوس الأموال من العناصر المهمة لقيام الزراعة. وهنا بتتوفر بعض البلاد العربية عندها رؤوس أموال مثل دول الخليج العربي، فممكن هنا تبادل الدول التي تعاني من فائض في الأيدي العاملة والدول التي لديها رؤوس أموال في إقامة مشروعات زراعية كبرى يستفيد منها الوطن العربي. ثانيا هتكلم على السوق. ما نتائج، ممكن يجي لي سؤال، ما نتائج زاد الطلب على المنتجات الزراعية العربية في الوقت الحالي؟ قال لي او ما النتيجة اللي هتزداد على المنتجات الزراعية؟ هقول له نتيجة زيادة الطلب على المنتجات الزراعية قامت الدول الوطن العربي بالتوسع في النشاط الزراعي، زيادة الإنتاج، والعمل على تحسين المنتجات الزراعية طبعا باستخدام أساليب علمية حديثة. طب بما تفسر ليه بتعمل الدول العربية حاليا على تحسين المنتجات الزراعية؟ لكي تنافس المنتجات الأجنبية في الأسواق سواء المحلية أو الأسواق الخارجية. دلوقتي هنتكلم عن عنصر مناطق توطن أو تركز الإنتاج الزراعي. أولا هنتكلم على مناطق بتعتمد على الأمطار مثل شمال الوطن العربي وجنوب الوطن العربي مثل جنوب السودان والصومال وموريتانيا، وكل هذه الدول بتعتمد على المطر، وبعتبر ان المطر هو المصدر الرئيسي في الزراعة في الوطن العربي. ثانيا هتكلم على المناطق التي تعتمد على الري. الري حول الأنهار، توجد حول مجرى المائية كما في نهر النيل ودجلة والفرات وجوبة وشبيلي. في مناطق بتعتمد فيها على المياه الجوفية زي المناطق الصحراوية والواحات ومنها واحة سيوة، والوقت هنعرض بعض الصور لمناطق تركز الزراعة. هنلاحظ في الخريطة ان انا عندي الزراعة بتتركز حول مجرى الانهار مثل نهر النيل دجلة والفرات وجوبة وشبيلي، ودي مناطق زراعية بتعتمد على الأنهار. في مناطق أخرى تعتمد على الأمطار مثل شمال الوطن العربي، وفي مناطق بتعتمد على الواحات على المياه الجوفية في الآبار والعيون مثل واحة الداخلة والخارجة في مصر، واحة جغبوب في ليبيا، واحة توجارت في الجزائر. دلوقتي هنتكلم عن أهمية الزراعة لسكان وطننا العربي. ممكن يجي يقول لي ما أهمية الزراعة لسكان الوطن العربي؟ أول حاجة أساسية، هتمد السكان باحتياجاتهم من المواد الغذائية. 2، هتوفر فرص عمل لعدد كبير من السكان، وبيعمل من أكثر من نصف السكان في النشاط الزراعي. 3، هتدخل بعض المحاصيل الزراعية في الصناعة مثل القطن في صناعة المنسوجات، قصب السكر في صناعة السكر. كمان بتوفر رؤوس الأموال التي تستخدم في إنشاء كثير من المشروعات. قلنا تاني هنلاحظ إن بيمارس أكثر من نصف سكان الوطن العربي في حرفة الزراعة. ممكن يقول لي ما هي المحاصيل التي تدخل في الصناعة؟ تقول له مثل القطن بيدخل في صناعة المنسوجات، قصب السكر تدخل في صناعة السكر. ممكن يجي يقول لك أكمل، يمارس أكثر من نص يمارس أكثر من نقط السكان في الوطن العربي حرفة الزراعة، هتقول له أكثر من نصف السكان يمارسون حرفة الزراعة. هنتكلم دلوقتي عن المشكلات التي تواجه الزراعة في الوطن العربي. ممكن يجي سؤال يقول لك بما تفسر يستورد سكان الوطن العربي العديد من المنتجات الزراعية، أو بما تفسر وجود أزمة في الإنتاج الغذائي في الوطن العربي، ذلك لوجود عدة مشكلات تواجه الزراعة في الوطن العربي. رقم 1، بيعتمد مساحة كبيرة من الوطن العربي في الزراعة على الأمطار. طب ده بيسبب إيه؟ إن كمية الأمطار كل سنة ما بقدرش أتحكم فيها، في تذبذب في كمية الأمطار، ففي مرة سنة ممكن تكون الأمطار غزيرة، في سنة أخرى ممكن تكون الأمطار متوسطة، مرة أخرى ممكن تكون نادرة، فهنا بيتذبذب الإنتاج الزراعي وما بقدرش إن أنا أتحكم فيه. ولذلك من المشكلات اللي بتواجهني أساسية هو تذبذب كمية الأمطار في الوطن العربي. 2، عدم استغلال كل الأراضي الصالحة للزراعة.
لو جينا شفنا الوطن العربي هنلاحظ ان المساحة المنزرعة تقدر ب5% من مساحة الوطن العربي، ودي مشكلة مهمة جدا. عشان ازود الانتاج الزراعي فيجب ان انا استغل معظم الاراضي الزراعية في الوطن العربي، استغلها للزراعة لسد حاجة السكان. كمان من المشاكل عدم استخدام الاساليب الحديثة في الزراعة، ما زالت بعض الدول بتستخدم الطرق التقليدية في الزراعة. مشكلة التصحر من المشاكل التي تواجه الزراعة في الوطن العربي. هنتكلم دلوقتي عن التصحر. ما المقصود بالتصحر؟ هو عدم قدرة الأرض على إنتاج النبات. يبقى تاني لما اجي يقول لك ما المقصود، وده من الأسئلة المهمة جدا، ما المقصود بالتصحر؟ هتقول له هو عدم قدرة الأرض على إنتاج النبات. طب ظاهرة حدوث التصحر إيه أسبابها؟ ممكن الجفاف لفترة طويلة، إن ما تسقطش الأمطار لفترة طويلة فالأرض تتسبب لها الجفاف. أو زحف الرمال، إن تكون الأراضي الزراعية بجنب مناطق صحراوية وتزحف عليها الرمال فتؤدي إلى بور الأراضي الزراعية. أو الرعي الجائر، أو قطع الأشجار بطريقة غير علمية، أو زراعة الأرض بمحاصيل مجهدة للتربة مما تفقد خصوبتها، وده بردك بيؤدي إلى التصحر. يبقى لما أجي أسألك تاني ما هي أسباب حدوث ظاهرة التصحر؟ أقول له جفاف لفترة طويلة، زحف رمال، رعي جائر، قطع أشجار، كثرة زراعة محاصيل مجهدة للتربة زي القطن وزي الرز، دي كلها محاصيل مجهدة للتربة. طيب ممكن يسألني بما تفسر تذبذب الإنتاج الزراعي في الوطن العربي؟ هقول له بسبب تذبذب معدل سقوط الأمطار لاعتماد الزراعة على الأمطار. طيب كمان ان المساحة قلنا المنزرعة في الوطن العربي تقدر ب5% من مساحة الوطن العربي. ودلوقتي يا ولاد هنبدأ نطرح بعض الأسئلة على الدرس الأول عشان تقدر تفهم إذا كنت قدرت استوعبت الدرس وهتقدر تجاوب على هذه الأسئلة. وأنا هدي الإجابات بحيث إنك أنت في ورقة خارجية هتنقل الأسئلة مرة أخرى وتشوف الإجابات اللي أنت هتكتبها مطابقة على الإجابات اللي أنا هقولها. هنبدأ بأول سؤال. اكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. رقم 1، من الحضارات التي قامت على الزراعة. رقم 1 هتقول حضارة بلاد الرافدين والحضارة الفرعونية. 2، تعتبر مين المصدر الرئيسي لري الأراضي الزراعية في الوطن العربي؟ هنقول الأمطار تعتبر هي المصدر الرئيسي لري الأراضي الزراعية في الوطن العربي. يعمل نحو كام في المية من سكان الوطن العربي بالزراعة؟ أنا سامعة واحد أهو بيقول أكثر من نص في المية، 50% من سكان الوطن العربي بيعمل بالزراعة. طب تبلغ مساحة الأراضي المنزرعة في الوطن العربي كام في المية؟ هنقول 5% من مساحة الوطن العربي هي المساحة المستغلة. من العوامل الطبيعية لقيام الزراعة ممكن أقول موارد المياه، المناخ، العوامل البشرية، ممكن نقول الأيدي العاملة، رأس المال، السوق. تعد مين من الدول العربية التي لديها فائض في الأيدي العاملة؟ ممكن أقول مصر وسوريا ولبنان، دول عندها لديها فائض في الأيدي العاملة. في سؤال بما تفسر العبارات الآتية. الأمطار هي المصدر الرئيسي للزراعة في الوطن العربي. قال يعتمد شمال الوطن العربي وجنوب الوطن العربي على مياه الأمطار، وده بردك بسبب قلة الأنهار في الوطن العربي، فبيعتبر الأمطار هي المصدر الرئيسي للزراعة في الوطن العربي. سؤال 2، قيام الحضارة في مناطق الزراعة. هقول له إن الزراعة ساعدت على استقرار الإنسان، والاستقرار أدى لقيام أعرق الحضارات مثل الحضارة الفرعونية المصرية القديمة وحضارة بلاد الرافدين. 3، إيه أهمية الزراعة في الوطن العربي؟ أول حاجة هقول إن الزراعة توفر احتياجات السكان من الغذاء. 2، توفر فرص عمل لكثير من السكان حيث يعمل أكثر من 50% من السكان في الزراعة. 3، توفر في رؤوس أموال وللقيام بمشروعات زراعية كبرى. 4، سؤال بما تفسر حدوث ظاهرة التصحر. هنقول بسبب الجفاف لفترة طويلة، الرعي الجائر، قطع الأشجار بطريقة غير علمية. المشكلات بعد كده هنتكلم عن المشكلات التي تواجه الزراعة في الوطن العربي. هتكلم على تذبذب كمية الأمطار. 2، بتكلم عن مشكلة حدوث ظاهرة التصحر ولسه ذاكرينها بسبب الجفاف لفترة طويلة، قطع الأشجار بطريقة غير علمية،
الرعي الجائر، زراعة محاصيل مجهدة للتربة. عدم استخدام أساليب علمية حديثة في الزراعة، دي كلها مشكلات بتواجه الزراعة في الوطن العربي. آخر سؤال في بما تفسر قيام الزراعة في واحد سيوة بسبب وفرة مياه الآبار والعيون، فتقوم الزراعة في الواحات مثل واحد سيوة. آخر سؤال هنتكلم صح وغلط، وياريت تصوب كمان. تحتاج الزراعة لوفرة رؤوس أموال، صح، قلنا لإقامة المشروعات الكبرى. تتعدد موارد المياه في الوطن العربي، صح. ليه؟ عندي مياه أنهار، مياه أمطار، بحيرات عذبة، تحلية مياه آبار وعيون، مياه جوفية. 3. كل الأراضي صالحة للزراعة مستغلة، غلط، 5% هي الأراضي المستغلة. 4. تقوم الزراعة في وسط الوطن العربي على اعتماد على الأمطار، غلط، قلنا الزراعة التي تعتمد على الأمطار هي شمال الوطن العربي وجنوب الوطن العربي. 5. توفر الزراعة فرص عمل لسكان الوطن العربي، قلنا صح، 50% من السكان يعملون في حرفة الزراعة. 6. الزراعة على الري تنتشر حول مجرى الأنهار، صح، مثل نهر النيل في مصر والسودان، جوبة وشبيلي في الصومال، دجلة والفرات في العراق. وبكده يا أولاد نكون انتهينا من شرح الدرس الأول في الجغرافيا اللي هو الزراعة في وطننا العربي، وعرفنا أهمية الزراعة، مناطق توطن الزراعة وأهميتها، إيه المشكلات التي تواجه الزراعة في الوطن العربي.